السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الجزء الثاني ديال الجولة اللي عملنا بمنزل كابو نيغرو. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تخليو لي جيم. وبالنسبة للناس اللي كيزوروا القناة لاول مرة وبغاو ينضموا لينا، ما عليكم الا الضغط على الزر الاحمر، زر اشتراك او ابوني، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة. ومن بعد الصالون اللي شفنا في الجزء الاول اللي هو هذا كيتلقانا اون فاس د مدخل الدار. كاين على اليمين المطبخ، وكاين على اليسار هذا الكولوار هذا اللي كيدينا لبيوت النعاس. في هذا الكولوار هذا كاين على الشمال في الاول كاين واحد الحمام اللي هو صغيور غير هذا كيف كتشوفوا معايا. هذا الحمام هذا ما فيه شي، فيه الدوش هكذا كيف كنقولوا حنايا دوش عربيه، يعني ما فيه لا بانييره لا حتى حاجه. الدوش هيدا واقف، وفيه لافابو، وفيه مقعد الطواليت عزكم الله، او بيدي كيف كنسميوه. صافي ماشي كبير، هو غير صغيور. وكنبغي نعتذر منكم بزاف 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 لانني المقطع او الفيديو اللي صورت المطبخ تمسح لي، ما عرفتش كيفاش مع الصفر تا جيت ما لقيتوش. فصراحة أنا بدي تفاجأت وتصدمت، ما بغيتش. مهم كنعتذر منكم كاملين، اضطريت أنني غنزل الفيديو بلا مطبخ. المهم كنستسمح منكم كاملين. ومي كنخرجوا من الحمام كنلقاو في الكولوار 3 غرف النوم كيف كتشوفوا معايا. كاينه هنا واضعين هاد اللوحه هادي، وعاملين في السقوف هاد التريه هادي عربيه كيف كنسميوها. هما هادو عاملينهم في الدار كامله، في غرف النوم حتى هما. وهذه الغرفه الاولى كيف كتشوفوا معايا، هما مبيضين كاملين الغرف كاع الدار كامله مبيضه او مصبوغه بالتدلكت على ما اظن. انا هكذا جاني التدلكت، ماشي ستيكو هذا وانما جاني التدلكت. وكتطلل على الحديقه، هي الدار كامله كتطلل على الحديقه. حتى ماريو معدل هكذا جوج د غرف النوم اللي فيهم ماريوس معدلينهم اسورتي مع الفراش، يعني بنفس الثوب او بنفس مهم نفس الخدمه. وكاينه هنا هاد الفاز هذا كبير التراب. هنا الغرفه الثانيه اللي حتى هي كتطلل على الحديقه، وضعين فيها هاد التلفزه هذه اللي هي كبيره، نفس الصباغه وانما غير الالوان اللي كتختلف. فيها جوج نوافذ كيف كتشوفوا معايا. وهذا هو الفراش، اللون ديالو صراحه عجبني بزاف هذا الفراش هذا. ما عرفتش واش كيبان لكم اللون ديالو. المهم غنحاول نزيد نصور. هو مخدوم بالذهبي والزيتي، هذاك اللي في الحاشيه الزيتي. صراحه تواتاو بزاف مع بعضياتهم، جاو غزال، جا غزال هذا الفراش هذا، انا عجبني بزاف. وهذه الحديقه هي الدرجات جات تقريبا بحال نصف دائره.
وهذه الغرفة الثالثة، هذه كبيرة شوية على آخرين وفيها الحمام. هادو ديالي، هذا الناموس وهذا الفيران كنديهم معايا فين ما مشيت. هنايا عجبني هاد الطابل دو نوي اولا الشوفي معدل بحال الشكل الطابوري كيف كتشوفوا كيتفتح في نفس الوقت نخبعوا فيه الحاجه، يمكن تجلس عليه، يمكن تخبع فيه، تجمع فيه، ويمكن نستعملوه كطابل دو نوي. ومغلف من الداخل بنفس الثوب الفرش. ماريو حتى هو كيف كتشوفوا معدل بنفس الثوب الفرش، حتى هو صراحه جا غزال. ومور هاد الباب هادي كاينه الباب الحمام اللي غادي نمشيو نشوفوها دابا. هذه هي باب الحمام غرفة النوم الكبيرة، حيت هذه هي اللي كبيرة، هاد الغرفة هي اللي كبيرة، اخرين صغارين شوية قد وهذه كتعتبر الغرفة الرئيسية كيف كنقولوا. وهذا هو الحمام غرفة النوم كيف كتشوفوا. مهم حتى هو ماشي مهم كبير بزاف، يجي فيه هكذا 2 متر على 3. هذا هذا جات فيه بانييرا. هذه الصباغه اللي قلت لكم يمكن تدلكت، اذا كنت غلطانه ما نعرف، يمكن شي واحد يصحح لي. وهذا الصالون اللي عنده تيراسا كتخرج لابيسين. هذا لابيسين اللي شفناه في الاول خاوي باقي كيتعمر، وصراحه انا ما عاودتش فيه، ولكن وليداتي مساكن عامو. ولكن دابا كيف كتشوفوا الماء كيشهي، ما تقدرش ما تعومشي.
ولكن حيت لابيسين صغيره وفيها العيال صغارين طبعا ما قدرتش نعوم، وعاد شفتها مسخه. وكانت هذه هي الجوله. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي جيم وتشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، زر اشتراك، ابوني وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بالصحه والراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.